في لحظات كده في الحياة تمام، بتكون تايه مش عارف تعمل ايه، يظهر لك واحد من اللا شيء يقول لك اسمعني بس انا هقول لك النصيحة اللي هتحل لك كل المشاكل الأزلية اللي عندك. الناس كلها بقت تدي نصايح اليومين دول، كله بقى عامل فيها ابو العريف، اي حد عنده فتافيت خبرة في دماغه بقى خبير تنمية بشرية. بس مش دي المشكلة. المشكلة ان في نصايح من دي بتتقال كتير جدا وهي في الحقيقة كارثية. انا جاي اقول لك بقى ايه النصايح دي اللي بتتقال من زمان لحد دلوقتي وايه اثرها علينا. نصايح كانت السبب في الناس تحس بالغباء، نصايح ان في ناس فقدت اجزاء من اجسامها، ونصايح يعني ادت للموت. صباح الفل يعني. ولو اول مره تشوفني انا نادر صبري وده برنامج الساعه 3 الفجر. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت والكلام ده، لان الناس اللي على اليوتيوب بيقولوا ان انا لازم اقول لكم على حاجه زي كده، فيا ريت نتبع تعليمات الناس دي. وشكرا. لو مش عايزين تعملوا ما تعملوش، بس يلا عادي يعني. صباح الخير على الناس كلها. دلوقتي احنا هنتكلم على حلقه غريبه جدا. كات 2 1 and اكشن. وحشتوني والله. بس انا بكدب في الموضوع ده، ما وحشتنيش ولا حاجه، لسه منزل فيديو من كام يوم. صباح الفل. المهم يعني هنتكلم في الفيديو ده عن أسوأ نصايح على مر التاريخ. في القرن التاسع قرر عباس بن فرناس ان هو يطير، وبالفعل يعني الراجل دخل عمل جناحات من الشمع والخشب ونط من فوق الجبل على امل ان هو يطير، وطار فعلا. ولكن وقع مات. عشان ده سمع نصيحة جرب كل حاجة بنفسك، which is يعني حاجة غبية جدا. ما نسي يعمل ديل فمات. بس الموضوع خلص هنا. النصيحة وقفت هنا. سنة 1995 كان في خبير اقتصادي في أمريكا قال لهم إن النت ده هيبقى مجرد بس موضة، اللي هو موضة وهتختفي ومحدش يستثمر فيه، كنصيحة يعني للمستثمرين. طبعا الناس دلوقتي بتضحك على الراجل ده في تويتر وفي انستجرام. وكان في نصيحة في العصور الوسطى يعني الدكاترة كانت بتديها للناس المريضة، يعني اللي هو لو عندك أي مشكلة في أي جزء من جسمك اقطعه. يعني انت مثلا لو رايح بتشتكي من رجلك بتر، رايح عندك مشكله في ايدك اقطع. فاهم يعني؟ واحد دلوقتي ظهري واجعني، ما ينفعش اروح للناس دي اكشف عندها، اروح في داهيه. ونيجي بقى لعصرنا الحالي الجميل جدا اللي كل الناس بتفتي وترزع فيه. ونبدا باول نصيحه: اتعب دلوقتي علشان ترتاح بعدين. هو فين بعدين ده يعني؟ هات لي امه عشان انا جبت اخري، يعني انا جبت اخري من دلوقتي. هات لي بعدين بقى عشان زهقت، يعني عايز اوصل. المشكله اللي يقول لك كده يعني حد لا حول ولا قوه شغال 12 ساعه وبياكل اندومي ناشف. طبعا انا مش بقلل من اللي بيشتغلوا 12 ساعه يا حبايبي، انا كنت واحد منهم لفتره كبيره جدا من حياتي. وحاليا انا بشتغل اكتر من 12 ساعه في ايام التصوير، فالحمد لله. راجل يا عيني بيستثمر وقت كبير جدا في الشغل عشان يقدر يصرف على بيته في الظروف اللي احنا حاليا فيها، ويقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. طبعا بقى في نصيحه الانفلونسرز اللي على انستجرام اللي من دول، اللي هو سيب شغلك وامشي ورا شغفك. ما هو الشغف لوحده مش هيعيش، يعني فاهم؟ الشغف ده عشان يستمر محتاج انترنت، محتاج مصاريف اكل وشرب، ايجار بيت، محتاج حاجات كتير جدا عشان الشغف يقدر يستمر. احنا ممكن نخلي الشغف سايد هاسل، اللي هو يعني تعمل الشغف بتاعك ده على جنب وانت شغال. يعني انت شغال في حاجه بتيجي مثلا بالليل، يعني فور اكزامبل مثلا انا بحب الرسم والفيديوهات والحاجات دي، وذن ان انا شغال شغلي العادي برسم على جنب كده في الوقت الفاضي، بعمل فيديو في الوقت الفاضي. يعني من دول انا فاضي فعمال اعمل فيديو. وفي طبعا بقى اللي هي الموضه الجميله جدا: ما تسمعش كلام حد. ليه؟ ما اسمع كلام الناس عادي يعني شوف بيقولوا ايه. يعني اصل في ناس عاشت خبرات اكتر مني، وفي ناس عاشت فعليا سن اكتر مني، في ناس عندها خبرات اكتر مني، عدت بمواقف اكتر مني، اشتغلوا شغلانات اكتر مني، اقدم مني في اي حاجه انا ممكن اعملها. فليه ما اسمعش يعني؟ هو الاستقلاليه بالتفكير جميله، لكن هنا مهمه جدا. الاستقلاليه بالتفكير جميله، ولكن انا يعني اسمع الناس دي بتقول ايه واقرر. يعني اشوف انا بقى بدماغي الحاجه الحلوه ليا يعني. انما ما تسمعش كلام حد، دي صراحه جديده وغريبه ومش عايز اسمعها تاني. ومره حد قال لي حب نفسك زي ما هي، بس ما قاليش ازاي. بس اللي بيضايقني في الموضوع ده ان هو حب نفسك زي ما هي، بس ما فيش بقى يعني مش هنقول لك ازاي حب نفسك. انت حب نفسك، انت دور وحب. طب ما لو عارف كنت حبيت نفسي، لا يعني مش مستني حد يقول لي.
بس احنا عشان نزوق الكلام ونبان ايجابيين، فصباح الفل حب نفسك زي ما هي. طبعا بقى الناس بتاعت الكوتشنج اللي هي اول ما تحس ان انت مرتاح اطلع بره الكومفورت زون. ليه يا مولانا؟ ما نرتاح شويه، ما نتهنى في هدوء وسلام نفسي. ليه يعني اطلع بره وانا عشان اكون ناجح وعظيم لازم ابحث في الصخر، لازم اتعب كل يوم ما اخدش راحه؟ ما ارتاح شويه في اي هدوء كده وسلام نفسي. انا راجل بنام وباكل وبشتغل عادي شويه يا عم، يعني مش دايما اتعب، عادي اختار وقت معين اتعب فيه. اتعب يوم السبت ورايح يوم الاحد، اتعب يوم الاثنين والثلاث ورايح يوم الاربعاء كده. على فكره انا كل يوم بقول لنفسي اطلع بره الكومفورت زون برضو. ومره كان في فيديو كده شفته بيقول لك اعمل لنفسك 7 مصادر دخل زي الناس الاغنياء. طب دي اغنياء، انا مالي؟ يعني انا ما عنديش مصدرين دخل، اعمل لنفسي 7 ازاي يعني؟ طب اصل اقول لك حاجه، يعني مثلا انت عشان تعمل مصادر دخل محتاج يا تدي وقت يا تدي فلوس. انا معيش فلوس، هدي وقت. طب افرض انا شغال شغلانه من اللي هي 12 ساعه، فانا معيش فاهم وقت اديه. يعني 12 ساعه ونوم على الاقل تبقى 5 ل 6 ساعات على الاقل. يعني هو المفروض الجسم الطبيعي بياخد 8 ساعات، انت هنقول 5 6 ساعات، و12 ادي 17 18 ساعه، وساعتين 3 كده لو انت بقى مع اسرتك او اصحابك وكده، فانت فاضل لك 3 4 ساعات. فانت هتعرف تعمل 7 مصادر او 6 مصادر تانيين في 3 4 ساعات؟ دي استحاله بقى. يعني ما تبقى غني هبقى اعمل الكلام ده، حاضر والله. وفي طبعا بقى النصيحه اللي بتنرفزني جدا، وهي الفلوس مش كل حاجه. كداب يا وربنا كداب. هي بص، يعني نتكلم بالعقل، يعني مش ههزر ولا يعني. هي الفلوس مش كل حاجه، ولكن انت لو معكش فلوس فكل حاجه هتبقى صعبه. يعني كل حاجه وقفت. ليه؟ لان هي الفلوس بتحل العقبات وبتسهل عليك كل حاجه. فاللي يقول لك الفلوس مش كل حاجه يعني اضربه، كذاب. يعني انت ممكن تبقى قنوع ومحترم وراضي بقليلك وراضي، ودي حاجه محترمه وكويسه جدا. انما هتقول لي من باب وتلت لا الفلوس مش كل حاجه، كداب يا صاحبي. ومن كام يوم وانا بتفرج على فيديوهات الموتيفيشن على انستجرام عشان اقوم اصور. هو بص، هو انا يعني انا بحب التصوير وصناعه المحتوى والرسم وكده، ولكن انا عندي مشكله ان انا بكسل. المهم يعني انا كاتب 10 حلقات صورت منهم ادي واحده، يعني فاضل 9 حلقات ولا اي حاجه. المهم يعني واحده من الفيديوهات دي كان بيقول work on yourself 24/7، اللي هو اشتغل على نفسك 24 ساعه في اليوم. ليه؟ ما اصل انا مش ويندوز، يعني انا كنادر انا بني ادم بفانكشن. انا باكل وبنام وبصحى وبشتغل، بعمل الهوبيز بتاعتي لو انا عندي هوبي. صعب ان انت تشتغل على نفسك 24/7 من الاخر. بص يا صاحبي، المهم ان النصيحه ملهاش كتالوج. يعني انت بتاخد كده وتفلتر وتقرر وتشوف ايه النصيحه اللي تمشي مع حياتك وتمشي مع اسلوب تفكيرك مناسبه لحياتك وموقفك حاليا، يعني موقفك في الدنيا حاليا ايه. وما تاخدش كلام حد ان هو قران، يعني كل الناس خطأوا. اسمع نصايح من ده ومن ده ومن ده ومن ده، وقرر في الاخر النصيحه اللي انت عايزها ايه. لان يعني في الاول في الاخر دي حياتك، يعني فاهم قصدي؟ عشان الحياه مش كتاب تطوير ذاتي، يعني فاهم اللي هو الحياه دي مجرد تجارب عشوائيه بنتعلم منها يوم بيوم. وبس لا تنسوا ان تتابعونا وتعملوا لنا لايك وكومنتس وسبسكرايب. مش عارف تكتبوا كومنت ايه، بس اكتبوا كومنت او ما تكتبوش بس عادي يعني. وفقط وشكرا ومع السلامه.